احنا كل يوم بننضف للبط، والنهارده واحنا بننضفه لهم لقينا عندهم اسهال ميه. فطبعا طبعا بيقولوا ما فيش مشكله يعني عشان الحر وكده، وهم عادي. لا مش عادي، حتى لو الجو حر ما ينفعش ان هم يقعدوا في ارض رطبه عشان ما يتعبوش مننا ويجي لهم برد. هنحط لهم ايه النهارده؟ هنحط لهم امبوليم 20%. مش شرط ان انت تجيبي اكياس، في اكياس اللي هي الكبيره غاليه من عند البيطري، في اكياس صغيره ممكن تروحي للبيطري يديكي مثلا كام جرام بفلوس اقل. يعني بلاش نجيبوا اكياس كبيره، ولو الميزانيه ما تسمحش طبعا احنا اخر الشهر. فجبنا اللي هو بصوا، حطينا لهم طبعا عشان ياكلوا. هو في الصيف البط في التربيه بيبقى مقرف شويه عشان طبعا مش بياكل، بس احنا هو ما شاء الله لا حول ولا قوه الا بالله بياكلوا. فاحنا نخلي بالنا من اهم حاجه من الاسهالات. يعني لو دخلت ولقيت انت مثلا عندهم ميه، حاولي ان انت ما تقعدهمش في الميه، وحاولي ان هم ما يبردوش منك، وحاولي ان انت تعالجي الاسهال بسرعه.